ازيك يا اصحاب عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بألف خير. النهارده بابا يسألنا أسئلة. اه يعني انتوا عاوزين اسئله؟ اللي احنا بقى القصص اللي احنا قلناها دي. طب ماشي. احنا قلنا إيه لما كنا بنتكلم في هجرة الرسول؟ قلنا مين بقى اللي اسمها ذات النطاقين؟ ستنا ها؟ حميدة. لا ستنا ده بذات النطاقين يعني ايه؟ اللي هي قطعت الجلابية ايوه اللي هي وغطت بالأكل. لا اللي هي كبت الأكل وخلعت هدومها وقطعتها الجلابية وراحت حطها على الأكل. وبعدين نص في اكل ونص في ميه. ده هي اسمها ايه بقى؟ ستنا. ستنا اسماء بنت ابي بكر. والله كنت عاوزة أقول إيه بس كنت انت عارفاها بس مش عارفه اللي مش عارفه اسمها. أنا كنت بحاول بقول ما كنتش عارفة. طب مين النبي اللي اخواته رموه في البيت؟ سيدنا يوسف. ودي طب ليه؟ استنى. طب رموه ازاي؟ رموه في ازاي؟ البر عشان هما كانوا خارجين لا اقعدي يا مريم استنى. عشان يرعوا المعيز الغنم يرعوا الغنم. فقالوا لابوهم سيدنا يوسف سيدنا يوسف لا سيدنا ابو بكر لا سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب قال له هات يوسف معانا. قال له خايف عليه. فقال خايف عليه لا الديب ياكله. هم فقعدوا واخدينه اصلا عشان يعملوا ايه؟ يموتوه. فقعدوا يتحايلوا عليه. فلما هو رضي خدوه ورموه في البير. رموه في البير وخدوا التيشيرت بتاعه. والتيشيرت بتاعه عكوا على دم. واصلا مش كلمة اهدي. وراح لابوهم وراح لابوهم وقال لهم فين اخوكم؟ قال لهم الديب كلب. هو اصلا طب عرف ازاي اللي هم كدابين؟ عشان هم مرجعين القميص ثانية على يا دم. مريم ثانية. عشان هم مرجعين القميص على دم. واصلا لو الديب كلوا هياكلوا بالقميص. يا ابو القميص كان سليم. طب ماشي. طب لما سيدنا يوسف دخل السجن مين اللي كان معاه؟ رجلين. استنى انا هسأل. استنى يا محمد. اقعدي. واحد كان بيحلم اللي العصفور فوق دماغه بياكل الاكل بتاعه. اللي هو حاطط الاكل اللي هو الاكل فوق راسه والطيور بتاكل فين؟ والتاني بيحلم اللي هو بيشرب مخدرات. بيسقي الملك الخمر. وبعدين اللي بيسقي الملك الخمر هيعيش. واللي بيحلم اللي هو حاطط العصفور على دماغه والاكل بتاعه ده هيموت. واللي بيسقي الملك المخدرات ده خمر هيخرج بره. هيخرج السجن ويقول اسمه ايه؟ وسيدنا يوسف بس سيدنا يوسف قال له ايه؟ قال له اقعدي. طب اقعدوا اتكلموا اقعدوا. قال له قول للملك اللي سيدنا يوسف في السجن ودخل ظلم. ذنبه ايه اللي هو دخل السجن؟ وهو نسي الراجل نسي يقول فبعدين بس طب هو عرف ازاي بقى او قال للملك ازاي؟ استنى افتكر امتى؟ افتكر لما هو استنى يا مريم استنى. افتكر لما هو فسر الحلم. لما الملك حلم وهم والمفسرين الاحلام عندهم ما عرفوش يفسروا له الحلم. وافتكروا سيدنا يوسف. فهو افتكر مين؟ سيدنا يوسف. وراحوا استنى اقعدي يا مريم حلو. فالمهم لما راح لسيدنا يوسف سيدنا يوسف قال له ايه؟ سيدنا يوسف قال له قال له على تفسير الحلم. طب كان حلم الملك ايه؟ اللي هو كان مش فاكر.
لا ما تقولش ما قولي. تقولش. 7 بقرات عجاف يأكلهن 7 سمان و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. لا مش في بقر بيبقى فحل وفي بقر قليل وفي سبلة اللي هو السبلة بتاعت القمح الغلة. الغل. مش بيبقى تبقى خضرة في الأول وفي من ايه؟ تبقى من صفر. طب سيدنا يوسف قال له ايه لما فسروا الحلم ازاي؟ بسرعة. قال له هيجي 7 سنين يبقى الخير فيهم كتير وبعد منهم هيجي 7 سنين في بتاع جفاف. سيدنا يوسف قال لهم ايه بقى؟ قال لهم احنا نبدأ نخزن الطعام في ال7 سنين اللي فيهم بتاع خير اللي فيهم الخير كتير ونخزنهم عشان نعدي ال7 سنين. والملك خد الجفاف. سيدنا يوسف واشتغل معاه. خد سيدنا يوسف مسك ايه؟ الرئيس خزائن الأرض. خزائن الطعام. رئيس خزائن الارض. طب وبعد كده الملك قال للراجل اللي سيدنا يوسف. بعد ما سيدنا يوسف فسر له الحلم قال لي الراجل اللي راح له قال له ايه؟ قال له الملك قال له ايه؟ قال له لما قال له انا عاوز يوسف هات لي الراجل اللي فسر الحلم ده. طب سيدنا يوسف قال له ايه؟ ما تعرفوش؟ لا. قال له لا ارجع الى ربك. ربه بقى اللي هنا مين؟ مش ربنا اللي هو الملك. قال له ما بال النسوات التي قطعنا ايديهم، يعني ذنب النسوان اللي احنا قطعنا ايدهم دي ايه؟ اسالهم. اول لما شوفوا سيدنا يوسف يعني لما شافوا سيدنا يوسف ايه؟ قطعوا ايديهم. سابوا الاكل ليه بقى؟ من شده جماله. سيدنا يوسف كان جميل جدا. انت شفته؟ لا بس هو التاريخ قال لنا كده والقران قال لنا كده. امال هو انت بتعرف طب ماشي. ازاي؟ طب بعد احنا طب لما سيدنا يوسف مسك خزائن الارض مين اللي سرق منه اللي هو الصواع اللي هو اخوه. واخوه سرقوه؟ لا ما خدوش. ما سرقوهوش. أمال؟ خدوا وحطوا. مين اللي حطه؟ اخوه. لا سيدنا يوسف هو اللي حطه. لا هو حطه عشان هو عاوز اخوه يجي معاه، فهو لما حطه على مش فاكر هو حطه على ايه. حطه في وسط الاكل اللي هم واخدينه. شاطر يا محمد. فالملك يحسبه هو سرقه. فالملك خده وشغله مع سيدنا يوسف. شغله عند الملك. فعش سيدنا يوسف عاوز هو اللي عمل في اخوه كده عشان يروح معاه. هما لما جم اخواته ياخدوا منه الاكل وما كانوش عارفين اللي ده اخوه. صح. وفي الاخر ابوه شم ريحته وجي لغايه عنده. شم ريحه قميص سيدنا يوسف. صح. ولما بعت اخواته عشان ياخدوه الناس قالوا له ايه؟ قال لهم ايه؟ انا شامم ريحه يوسف. قالوا له انت راجل كبرت وخرفت. صح. فهو لما جه بقى ابنه وحط القميص بتاع سيدنا يوسف على وشه فقام ايه؟ رجع بصره تاني مفتح. قال لهم مش انا قلت لكم اللي انا شامم ريحه يوسف؟ طب ماشي. طب لما سيدنا يوسف ابوه وامه واخواته اتجمعوا عملوا ايه؟ انت ما قلتلناش الحته دي. لا قلت لكم. والله لا. لا ما تحلفيش. لما رفع ابوه وامه حطوهم على العرش وخروا وقاموا ساجدين هو واخواته لهم وقال له يا ابت هذا تفسير رؤياي من قبل. مش في بدايه قصه سيدنا يوسف قال لك ان رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. فادي ال 11 عيل اللي هم اخواته. الاب والام هم الشمس والقمر. يعني الشمس هي صح. قصه سيدنا يوسف حلوه. مش كده؟ كمان يلا بقى في قصة سيدنا هكلمه نقول لكم قصه تانية بقى ايه الفيديو الجاي. باي.